أنا ماجدة، امرأة في 39 من عمري. بالنسبة للعالم الخارجي، أنا أم وزوجة نموذجية. لدي ابن في 20 من عمره اسمه خالد يعيش معي ويذهب إلى الكلية، وبنت أكبر منه تزوجت مؤخرا وانتقلت إلى منزلها. للوهلة الأولى قد ترى أن حياتي مكتملة، لكن الحقيقة مختلفة تماما. حياتي الزوجية مع سامح زوجي كانت دائما مجرد اتفاقية مكتوبة على ورق. تزوجنا بالطريقة التقليدية، حيث لم نعرف بعضنا حقا قبل الزفاف. منذ ذلك الحين وهو دائم السفر بسبب عمله. وجوده في حياتنا لا يتعدى شهر أو 2 في السنة إذن. كان ذلك كتيرا. ربيت خالد وابنته الكبرى بمفردي تقريبا. كنت لهم الأب والأم معا. لا أقول هذا لأمدح نفسي، لكني بذلت قصارا جهدي لأجعلهم لا يشعرون أبدا بفراغ وجود والدهم. كنت أحرص على أن يكون كل شيء على ما يرام، أن يحصلوا على كل ما يحتاجونه عاطفيا وماديا. لكن مع مرور السنين، وخاصة مع اقتراب خالد من نهاية مرحلة المراهقة وبداية شبابه، بدأت أشعر بشيء غريب يتسلل إلى داخلي، شيء لم أعتد عليه أو ربما تجاهلته لسنوات طويلة. بدأت أتساءل: أين أنا من كل هذا؟ أين مشاعري؟ أنا لقد أمضيت حياتي كلها في العطاء دون أن أتلقى أي دفء أو حب حقيقي من رجل. هذا الفراغ العاطفي كان كالصحراء القاحلة بداخلي، وكنت أبحث عن أي بصيص ماء دون أن أدري. لكن هل كنت أتخيل أن البحث عن هذا الدفء سيقودني إلى حيث لا ينبغي لي أبدا أن أذهب؟ وهل سيكون ثمنه أغلى مما أستطيع تحمله؟ منذ حوالي عام بدأ خالد يستحب معه صديقا مقربا إلى المنزل اسمه علي. كان زميلين في الجامعة وأصبح صديقين حميمين. خالد كان دائم الثناء على علي، يصفه بأنه شخص خلوق ومحترم وابن ناس. في البداية كنت سعيدة لأن ابني وجد صديقا بهذه المواصفات، ثم عرفت أن ظروف علي المنزلية تشبه ظروفنا إلى حد كبير، بل وأكثر تعقيدا. والده مسافر دائما مثل سامح، ووالدته انفصلت عنه وتزوجت من رجل آخر، تاركت عليا يعيش وحيدا في شقة صغيرة بعد أن رفض العيش مع زوج أمه. عرفت أنه يعاني من الوحدة ومن أكل المطاعم الذي أتعبه. تعاطفت معه كثيرا وشجعت خالد على دعوته للطعام معنا باستمرار، بل والمبيت أحيانا. كنت أتهوله أطباقه المفضلة وأحرص على راحته. ولكن شيئا فشيئا بدأت ألاحظ أن تعاطفي مع علي أخذ منحى آخر. لم أعد أراه مجرد شاب يتيم الأب بحكم الظروف، أصبحت أراه رجلا وسيما هادئا ولو حضور مميز. بدأت أهتم بمظهري أكثر عندما أعلم أنه سيأتي. أختار ملابسي بعناية وأضع القليل من المكياج وأحرص على أن أكون في أبهى صورة. كنت أختلق الأعذار للدخول إلى غرفتهم أثناء المذاكرة لأقدم لهم العصير أو الحلوى، وكنت أتمنى أن تطول لحظة تواجدي هناك. في البداية وبخطت نفسي بشدة، قلت لنفسي: ما هذا يا ماجدة؟ إنه في سن ابنك، أنت أم تقريبا. لكن قلبي كان ينبض بشدة كلما اقترب موعد مجيئه، ولم أستطع التحكم في هذا الشعور المتزايد. كان خالد مشغولا بدراسته، لكن هل كان علي غافلا عما يحدث بداخلي؟ وهل كانت نظراته لي تحمل أكثر من مجرد احترام لصديق والدته؟ كان ذلك في إحدى الأمسيات قبل فترة الامتحانات. كان خالد وعلي يذاكران حتى وقت متأخر، وقد اعتدنا على ذلك. وفي تلك الليلة كنت أقف في المطبخ أغسل الأطباق. كنت مرتدية ثيابي المنزلية المريحة، عباءة قطنية خفيفة، وبما أنني كنت أغسل الصحون كانت العباءة مبللة بالماء من الأمام وتلتصق بجسمي. لم أهتم، فلم أكن أتوقع وجود أحد في المطبخ غيري. بدأت أغني أغنية قديمة أحبها، وأنا أحرك جسدي قليلا مع إيقاعها مستغرقة في عالمي الخاص. وفجأة شعرت بنظرات ثقيلة على ظهري. اتخذت بسرعة، وإذا بي أرى عليا واقفا عند مدخل المطبخ. نظرته كانت مركزة علي، وكان وجهه يحمل مزيجا من الإعجاب والارتباك. تجمدت في مكاني للحظة وأنا أشعر بالخجل، وأدرك كم إن ملابسي شفافة بسبب الماء، وكم هي قصيرة، وهيئتي كانت توحي بأنني شبه عارية.
تمتم قائلا: أنا آسف جدا يا طنط، كنت ذاهبا إلى الحمام. حاولت تمالك أعصابي وقلت له بصوت مختنق: لا عليك، تفضل. لكنه قبل أن يذهب قال بصدق: بصراحة صوتك جميل جدا وأنت بتغني. أجبت بجرأة لم أعهدها في نفسي: صوتي فقط هو الذي أعجبك. نظر إلي وقال: بالعكس، أنت كلك قمر. فرحت بكلمته كثيرا وشعرت بأنها اللحظة التي كنت أنتظرها دون أن أدري. بعدها إلى الحمام، وذهبت أنا إلى غرفتي وأنا في حالة من النشوة والارتباك. لكن السؤال الذي كان يدور في رأسي: ماذا سيكون رد فعله عندما نلتقي مجددا بعد هذا الموقف المحرج؟ وهل كنت أنا من بدأت هذه اللعبة الخطرة؟ بعد تلك الحادثة ب3 أيام كان خالد وعلي يذكران باستمرار استعدادا للامتحانات. في أحد الأيام أخبرني خالد أنه سيذهب لزيارة عمته المريضة وسيغيب لمدة 2 ساعات. طلب مني أن أعتني بعلي إن احتاج شيئا. شعرت قلبي يخفق بعنف. كنت سأبقى وحدي مع علي في الشقة. ذهبت إلى غرفتي وغيرت ملابسي وارتديت أجمل ما عندي. وضعت عطري المفضل وتوجهت إلى غرفة خالد حيث كان علي يذاكر. طرقت الباب ودخلت وسألته إن كان يريد شيئا، ربما كوبا من الشاي. نظر إلي وعيناه تتجولان في جسدي، ثم خفض نظرة في ارتباك. شعرت بجسدي يشتعل وبالحرمان الذي عشته طوال سنين زواجي يدفعني نحو الأمام. اقتربت منه أكتر وقلت له: أنا مش حلوة. رفع رأسه وقال: أنت زي القمر. وضعت يدي على يده وشعرت بارتعاش تسري في جسده. اقتربت منه وقبلته. كان مترددا في البداية كأنه يخاف شيئا ما، ثم انطلق كالسهم وكأن كل القيود تحتمت. كانت تلك اللحظة هي الأجمل والأكثر دفئا في حياتي. شعرت بأنوثتي للمرة الأولى. شعرت بأنني امرأة مرغوبة ومحبوبة. بعد أن انتهى كل شيء شعرت بنشوة لا توصف، لكن سرعان ما تلتها موجة من الخوف. كان خالد سيعود بعد قليل. كيف سنواجه وكيف سنخفي هذا السر الكبير؟ لكن في تلك اللحظة كان دفء علي بجانبي هو فقط ما يهم. هل كنا سننجح في إخفاء مشاعرنا أم أن هذا اللقاء كان مجرد بداية لطريق أكثر تعقيدا وخطورة؟ منذ ذلك اليوم أصبحنا ننتهز أي فرصة لنكون معا. كان الأمر وكأنه إدمان لا يمكن مقاومته. كنا نتبادل النظرات الخاطفة والرسائل القصيرة ونخطط للقاءات في أوقات لا يكون فيها خالد موجودا. شعرت وكأنني أعيش حياة مزدوجة، مهتمة بابنها نهارا وعشيقة في الليالي التي يسافر فيها خالد أو يغيب. كنت أعرف أن هذا خطأ كبير، لكنني كنت غارقة في بحر من المشاعر لم أختبره من قبل. كنت أقول لنفسي أنني أستحق القليل من السعادة بعد كل هذه السنوات من الحرمان. ثم جاء اليوم المشؤوم. في إحدى المرات كان خالد في الكلية وأخبرنا أنه سيتأخر لزيارة عمته مرة أخرى. انتهزنا الفرصة وذهبنا إلى غرفتي وأغلقنا الباب. كنا مستغرقين في عالمنا الخاص لا نسمع ولا نرى شيئا. بعد أن انتهينا خرج علي من الغرفة ليتوجه إلى الحمام. كان شبه عار، وفجأة سمعت صوتا جعل قلبي يتوقف. كان صوت خالد. نظرت من باب الغرفة وإذا بخالد واقف في منتصف الصالة يشخص إلينا بعينين وساعتين من الصدمة. نظراته كانت كالسهام تخترق قلبي. نظروا إلي ثم إلى علي الخارج من الغرفة ثم إلى ملابسي المبعثرة. لم ينطق بكلمة واحدة. فينان كان صامتا كالتمثال. ركضت لإغتي نفسي بأي شيء. أما علي فلم يقل لي كلمة واحدة، بل ارتدى ملابسه سريعا وغادر الشقة دون أن ينظر إلى خالد. ومنذ ذلك اليوم لم نره مرة أخرى. لكن الخطر الحقيقي كان يكمن في نظرات خالد. تلك النظرات التي كانت تقول كل شيء دون حاجة إلى كلمات. كيف سيكون رد فعل ابني؟ هل سيهرب من البيت؟ هل سيخبر والده أخته؟ أم أن ما رأه كان كبيرا جدا لدرجة أنه لم يستطع استيعابه؟ وأنا كيف سأواجهه بعد أن انكشفت أخطائي أمامه بهذه الصورة البشعة؟ مر شهر كامل على تلك الحادثة
وهو أطول وأقصى شهر في حياتي. خالد لا يزال يسكن معي في نفس الشقة، لكنه كشبح غريب. يخرج صباحا ولا أعرف أين يذهب، ويعود ليلا ليغلق باب غرفته خلف بصمة. لا يتبادل معي أي كلمة ولا حتى نظرة. أحاول أن أطرق بابه لأسئله إن كان يريد طعاما فلا يجيب. أضع الطعام أمام بابه وأراه يبقى كما هو لساعات. أشعر بأنني أفقده يوما بعد يوم، وأن الروح التي كانت بيننا قد ماتت. الخوف يعذبني ليل نهار. الخوف عليه، على حالته النفسية. الخوف على نفسي من أن يخبر والده أو أخته. الخوف من نظرة المجتمع. الخوف من أن أفقد ابني إلى الأبد. نعم، أنا أدرك تماما إنني المخطئة، وأن خطئي كان كبيرا وغير مبرر. لكني كنت امرأة تعاني من فراغ عاطفي كبير، وزوج غائب دائما، وشعرت للحظة أنني وجدت ما ينقصني. لكن هذا لا يغير الحقيقة. الحقيقة أنني خنت ثقة ابني، وأنني تسببت له في صدمة لا يعرف أحد كيف ستكون آثارها. كل يوم أمر به الآن هو جحيم لا يوصف. أنا أتوصل داخليا إلى خالد أن ينظر إلي، أن يصرخ في وجهي، أن يفعل أي شيء غير هذا الصمت القاتل. أنا مستعدة لتحمل أي شيء، ولكن ليس فقدانه. أشعر بأنني أوحش أم في العالم. الندامة تأكل قلبي، ولكن هل الندامة كافية؟ وهل هناك طريقة لإصلاح ما حدث؟ هل هناك أمل في أن يسامحني ابني يوما ما أن هذه القصة ستنتهي بكارثة لا تحمد عقباها؟ ماذا أفعل؟ كيف أخلص ابني من الصمت؟ كيف أستعيد ثقته؟ هذا السؤال يرن في رأسي كل لحظة، ولا أجد له جوابا.